السياسة هي فن تدبير شؤون الناس، كيفاش كتنظم الدولة هاد الشؤون، وكيفاش كتوزع السلطة، وكيفاش كيعيشوا الناس في الدولة تحت حكم واحد. من زمان الفلاسفة طرحوا عدة إشكاليات: علاش كاينة الدولة، ومن كتستمد المشروعية ديالها. كل واحد فيهم جاوب بطريقة مختلفة، وحاول يشرح علاش الناس كيقلبوا على الحكم وعلاش كيتعايشوا مع القوانين. توماس هوبز كان كيعتبر بأن الإنسان في الأصل ديالو كان كيعيش في حالة طبيعية كلها فوضى، كل واحد باغي يدي حقه بيديه، القوي كياكل الضعيف، والعالم بحال الغابة. وباش يتفاداو الناس هادشي قرروا أنهم يديروا اتفاق يتنازلوا فيه شوية على الحرية ديالهم، ويعطيو السلطة لحاكم قوي اللي غادا تكون عنده الكلمة الأخيرة، وبهذا تخلقات الدولة وبسلطة قوية مطلقة للحفاظ على النظام. ولكن سبينوزا ما كانش متفق مع هذا الموقف، فهو كان كيعتبر بأن الدولة ما خاصهاش تكون غير وسيلة للسيطرة، بل خاصها تضمن الحرية للناس سواء في التفكير أو في التصرف. بالنسبة ليه فالدولة ماشي غير قوة قاهرة، ولكن هي إطار ونظام كيعاون الناس باش يعيشوا في انسجام وبدون خوف. تخيل مثلا شي مدرسة، المدير ماشي الدور ديالو أنه يعاقب التلاميذ، ولكن اللي مطلوب منه هو أنه يضمن لهم بيئة اللي يقدروا يتعلموا فيها بحرية ومن غير ضغط. وأما هيجل فكان كيعتبر بأن الدولة ما كتوقفش غير على تحقيق الأمن أو ضمان الحقوق، بل هي لحظة عليا في التطور ديال الإنسانية، بحيث أن الفرد ما كيكملش الوجود ديالو حتى كيندمج في المجتمع الكبير. والحرية الحقيقية كتتحقق من خلال الانتماء لهذا الكيان العام. وأما ماكس فيبر فزاد عمق النقاش وقال بأن الدولة كتستمد المشروعية ديالها من خلال إما التقاليد بحال الملك اللي ورث الحكم على أجداده، وإما من خلال الكاريزما بحال الزعيم اللي الناس تابعينه حيت كيبان قوي ومقنع، وإما من خلال الشرعية القانونية وهي الدولة اللي كتأسس على القوانين والمؤسسات كالدولة الحديثة. وهنا كيتجلى الفرق بين القبيلة اللي كتسمع الكبير ديالها بدون نقاش، وبين دولة عندها دستور وقوانين اللي كيتبعوها الجميع. الفلاسفة اختلفوا في كيفاش كيشوفوا الدولة، ولكن كلهم كيتفقوا بأنها ضرورية لتنظيم المجتمع وتسيير شؤون الناس. كاين اللي فيهم كيشوف بأن السلطة ديالها قوية وهي ضرورية لفرض النظام، وكاين اللي كيعتبر بأنها ضمان للحرية وبذلك فهي تستمد مشروعيتها لأجل هذا الهدف. وكاين اللي كيشوف الدولة بأنها تطور طبيعي في الحياة ديال الإنسان، ولكن من اللي كنشوفوا الواقع كيبقى الإشكال التالي مطروح: الدولة اللي حنا فيها اليوم أقرب لأي تصور من تصور هؤلاء الفلاسفة. إلا بقيتي معايا حتى لهنا خلي لايك وتعليق زوين وشاركوا مع أكبر عدد من الأصدقاء. نتلاقاو في فيديو جديد إن شاء الله.